يقول الإمام رحمه الله: زوجاته 11 فيما رواه واشتهر: خديجة، فسودة، عائشة، فحفصة، وزينب، ورملة، ميمونة، صفية، وهند. أما التالية زوجته جويرية بنت خزيمة، زينب، وبنت جحش زينب. الإمام رحمه الله اللي يتكلم هنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليها اللي هم 11، اللي هو قال في صاحب عبد العزيز اللمطي في قراءة الأبصار قال: أي أتى وجاء في البواقي. أي الهمزة اللي هي 1 والياء 10 اللي هم 11. أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 28 قبل الهجرة، كذلك توفيت سنة 3 قبل الهجرة. وزوجة الثانية اللي هي سودة بنت زمعة، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 3 قبل الهجرة، وكذلك توفيت سنة 54. وزوجة الثالثة اللي هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى قبل الهجرة، كذلك توفيت سنة 58 من الهجرة. والزوجة الرابعة اللي هي حفصة بنت عمر، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم السنة 3 من الهجرة، وكذلك توفيت 41 من الهجرة. الزوجة الخامسة اللي هي زينب بنت خزيمة الهلالية، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم السنة 3 من الهجرة، كذلك أم اللي توفيت سنة 3 من الهجرة، عاشت معاه 2 شهرين. أما الزوجة السابعة اللي هي أم سلمة اللي هي هند بنت أمية، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم السنة 4 من الهجرة، وتوفيت سنة 62. أما الزوجة السابعة الثامنة اللي هي بنت جحش، زينب بنت جحش، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، وتوفيت سنة 21 من الهجرة. وهي نزل فيها قول الله جل جلاله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم، إلى آخر الآية. كذلك الزوجة اللي بعد اللي منه اللي هي جويرية بنت الحارث، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، وتوفيت 56 من الهجرة. كذلك الزوجة اللي تليها اللي هي رملة بنت أبي سفيان، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة، وتوفيت سنة 44 من الهجرة. والزوجة تليها اللي هي حفصة بنت جحش، وهو سيد بني النضير، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة، وتوفيت سنة 50 من الهجرة. الزوجة التالية اللي هي ميمونة بنت الحارث، كذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة بعد عمرة القضاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.